قال لي انا حر، فلوسي وانا حر فيها. تفتكروا جاري ده عنده حق؟ مساء الخير. حبيت كده اجهز وانا بكلمكم، فقلت عايزه، جت في دماغي كده حكايه عايزه احكيها. كان ليا جار قلبه كبير، دايما كان بيحب يساعد المحتاج. جاري ده كان عنده شركه، والشركه دي كانت دايما بتحتاج موظفين كتيره جدا، بس عمره ما كان بيشغل عنده اطفال. بس كان دايما بيجيله اطفال غلابه، او هو شايفهم غلابه. دايما كانوا يدخلوا يخبطوا عليه ويقولوا له احنا محتاجين مساعده. فهو كان بيشوف ان الاطفال دي اللي هي، عارف انت الاولاد اللي بيخبطوا على ازاز العربيه كده واديني حسنه وكده، هم كانوا بيعملوا كده بالظبط. المهم كانوا بيصعبوا عليه جدا وكان بيساعدهم. المهم ان الاطفال دول استسهلوا الموضوع ده، وفضلوا يوم ورا التاني كل يوم يقولوا في نفس الميعاد يطلبوا منه الحسنه اللي هم بيطلبوها، لحد ما الاطفال دول بداوا يكبروا واحده واحده، وبدأوا برضو يستسهلوا الموضوع ده. بطلوا يتعلموا، بطلوا يذاكروا، بطلوا يروحوا المدرسة، ما فكروش يشتغلوا، هم فكروا بس ان هم يخبطوا على بابه ياخدوا الحسنة. على العكس تماما، جاري ده كان بيجيله اطفال صغيرين بيطلبوا منه ان هم يشتغلوا عنده، ودايما كان بيرفض لانه ما ينفعش يشغل اطفال، مع انهم عاوزين يشتغلوا، هياخدوا منه فلوس مقابل الشغل، بس ما كانش بيوافق. المهم مرت الايام ومرت السنين، وجاري ده بقى عنده شركات كتيرة جدا، والاطفال اللي كانوا بييجوا ياخدوا الحسنة ما اشتغلوش وما تعلموش، ولسه لحد ما كبروا برضو بيخبطوا على بابه ياخدوا الحسنة، بس بقوا قاعدين في بيوت شكلها حلو جدا، وبقوا بيقعدوا في البيت اللي شكله حلو جدا ده، فاتحين الشباك ينادوا عليه يطلبوا منه الحسنة. وبعد شوية أصحابهم كمان عرفوا هم ازاي بيجيبوا فلوس كتيرة قوي كده، عرفوا الطريق كان جاري اللي دايما لما كانوا بينادوا عليه من الشباك كان بيديهم الحسنة، لحد ما نادوا كل أصحابهم واستسهلوا كلهم، وبقوا قاعدين في عمارة واحدة كلهم فاتحين الشبابيك بينادوا على جاري ده عشان يديهم الحسنة. مهم بقى، انتوا فاكرين الأطفال الصغيرين اللي كانوا بيروحوا عشان يطلبوا منه يشتغلوا عندهم؟ الأطفال دي كبرت وكملت تعليمها وحبت انها تشتغل في المكان الكبير جدا بتاع جاري ده، ولكن للأسف جاري حط لهم شروط كتيرة جدا، ومقابل الشروط دي اداهم مرتب ضعيف جدا، وقال هو ده اللي عندي، لو مش عاجبك ما تشتغلش عندي. مرة كلمت جاري ده وطلبت منه ان هو يزود شوية المرتبات للناس اللي بيشتغلوا عنده، لان الدنيا بقت غالية على الناس كلها. قال هو ده اللي عندي، والخدمة اللي هو بيقدمها لي يدوب تساوي المرتب اللي هو بياخده ده. ومع ذلك جاري لسه زي ما هو بيدي كل الاولاد اللي بينادوا عليه من الشباك فلوس مقابل لا شيء، مقابل ان هم بس قاعدين في الشباك شكلهم حلو وبينادوا عليه وبيقولوا له كلام لطيف. الولد اللي كان عاوز يشتغل عنده ما كانش بيقوله له، هو بس كان عاوز يشتغل. فبدأ الاولاد اللي كانوا عاوزين يشتغلوا يحسوا التخبط، ويحسوا يقولوا طب احنا ليه احنا كمان ما نفتحش الشباك وننادي عليه، يمكن ساعتها يساعدنا. قولوا لي لو انتوا مكانهم ممكن تعملوا ايه؟ شايفين ان جاري ده ايه الدافع اللي ممكن يكون بيخليه بيعمل كده؟ ايه الحاجة اللي بتخليه بيقدم فلوس كتيرة جدا مقابل لا شيء، وفي نفس الوقت ما بيقدمش المبلغ المطلوب مقابل السيرفيس اللي بياخدها؟